وماله، لو ما خدتيش العيدية من جوزك اديله انتي، ايوه اديله عيدية وعامليه كأنه عيل صغير من عيالك. على فكرة قبل ما تغلطوا، ده مش كلامي، ده كلام داعية اسلامي رفض ان هو يقول اسمه، واكيد انت عرفتوا ليه رفض يقول اسمه. انا اتفاجئت بالكلام دوت على صفحة حد من مشاهير السوشيال ميديا، بيقول ان في داعية اسلامي رفض ان هو يقول اسمه، بيقول ان الزوجة لو ما اخدتش العيدية من جوزها عادي، هي مفروض ان هي اللي تديله العيدية. والله العظيم بيقول كده، مش بضحك ولا بهزر، اتصدمت وانا اتصدمت كمان. ومش بس كده، ده كمان بيقول ان هي تديله العيدية وتدلعه وتعامله كأنه عيل صغير من عيالها. انتم صعبين الدنيا ليه يا جماعة؟ ما تدلعوا جوازكم وماله. يعني انا اروح اديله العيدية، يعني احنا مش متجوزين بس انا اروح اديله العيديه، خد يا حبيبي خد العيديه بتاعتك، وانت زي ابني، انت ما دي الوصله الكبيره، انت ابني كده من عيالي، انت زي عيالي، وادلعك بقى يا هشه يا بشه يا توتي يا بوتي وكده، وهدلعه، ما دي تبقى الوصله الكبيره. ما هي ناقصين احنا بقى هم وغم وحرق الدم في النهايه بعد كل ده، والشقه وتعب القلب عامله كانه عيل من عيالي، واديله كمان عيديه. ما احنا امال الستات متجوزه رجالتها ليه؟ مش عشان تصرف عليها وتدي عاديه؟ وللعلم العاديه ده مش فرض، بس نوع من انواع المحبه كده، ان الزوج بيقدر يعني تعب زوجته معاه فبيديها عاديه. انما هي اللي تديله عاديه وتعامله كانه عيل من عيالها وانه تدلعه. والنبي احنا مره واحده يا داعيه يا اللي مش راضي تقول اسمك ومش ناقصينها تدفعها، فبالله عليك الله يسترك. تمام، بل عليه هو اللي عايز ياخد عاديه من مراته. سلام.